السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم وصفة طواجن السمك. ده سمك دباشي كبير، أنا نضفته وغسلته وهعمله معاكم. كمية توم محترمة اهي فصصتها، وعندي قرن فلفل أخضر و2 ليمونة، وطبعا كمون وكزبرة ناشفة والملح. هبدأ أحط في الكبة كمية توم. انا عايزة كمية توم حلوة عشان احشيها جوا السمك بتاعي، وهاخد منه برضو في خلطة التقلية. وهقطع فلفل اخضر، قرن واحد فلفل اخضر، وهحط معلقة ملح كبيرة، ومعلقة كزبرة كبيرة، ومعلقة كمون كبيرة. المعلقة بتاعت الكمون طلعت صغيرة، حطيت معلقة تاني، وحطيت معلقة خل، وهحط معلقة زيت، وهحصر 2 الليمونة اللي انا غسلاهم ومطلع البذر بتاعهم. دي خلطة السمك، وهاخد منها معلقة للتقلية برضو. خلطة سهلة وبسيطة يعني، عشان هو اصلا هيتمرجس ويتحط في الفرن يعني في التقلية، فمش محتاج توابل اكتر. ولا السمك ما بيحبش غير الثوم والكزبرة الناشفة والكمون والملح، مش اكتر من كده. لو حابة تحطي شطة عادي، او قرن شطة، فلفل اخضر حراق يعني، تبقى سبايسي. احنا مش بنعمله سبايسي خالص عشان عندي الاولاد مش بيحبوه. دي خلطة بقى في الطبق، انا حاطه فيها ملح وكمون برضو وكزبرة ناشفة نفس اللي حطيتهم في الثوم. هبدأ ادهن بيها السمكة اهو. ده سمك كبير، ده سمك اسمه سمك دباشي، انا غسلاه ومنطفاه ومتقطع بالشكل ده. لو حد يعرف السمك ده دباشي، اكيد في ناس كتير برضو تعرف السمك ده. هدهن من جوه بالكمون والملح والكزبرة الناشفة، وهحط الثوم اللي انا عملته خلطة الثوم، هدهنها جواه كده، هحشيها يعني. هعمل الكمية كلها وهرجع لكم برضو. بعد ما نحشي الكمية كلها هنغطيه ونسيبه يشرب من التتبيلة كويس كده، يتبل براحته يعني كده. نسيبه نص ساعة قبل ما نجهز الخلطة بتاعتنا بتاعت التقلية. انا عندي الكبة طبعا ما غسلتهاش خلاص، انا جبتها زي ما هي عشان انا فرمة فيها توم، هحط عليها البصل بتاعي. الكبة مكملة معانا التوم والبصل والطماطم. انا هنا استخدمت حوالي 1.5 كيلو على كمية السمك اللي عندي. انا عاملة حوالي 3.5 كيلو سمك من الدباشي ده، وعاملة 1.5 كيلو بصل. السمك بالتقلية الكل يعرف ان هو بيستخدم بصل كتير، يحب البصل، بيكون البصل بتاعه كتير والطماطم الكمية قليلة، ما يبقاش الطماطم كتير فيها، مش زي الطبيخ يعني تقليته كتيرة وفيها طماطم كتير. هنا حطيت معلقة ملح كبيرة، وهحط برضو معلقة كزبرة ناشفة، وهحط نص معلقة كمون عشان ده تقلية سمك. وكده انا حطيت التقلية على النار، وهبدأ عندي حوالي نص كيلو طماطم على 1.5 كيلو بصل، عندي حوالي نص كيلو طماطم مش اكتر من كده. هذه البصلة معايا بقلب فيها على النار، حطيت معلقة سمنة طبعا ومعلقة زيت، وحطيت 1.5 كيلو البصل بتاعي. وهو الخلطة اللي احنا عملناها للسمك هاخد منها معلقة كبيرة، هحطها على التومة بتاعتي البصلة بتاعتي بعد ما صفرت. هبدأ اقلب لغاية ما البصلة بتاعتي تحمر. البصلة بتاعتي احمرت واتحمست. السمك بيحب التقلية بتاعته البصلة وحمرة شوية، هو الإضاءة بصراحة ظلماها يعني. وحطيت نص كيلو الطماطم اللي أنا فرمته برضو، حطيته على البصل. هسيبهم يتسبكوا على النار، يكون أنا جهزت الطواجن بتاعتي كده اهو. اتسبكت معاه وبقيت زي الفل. أنا كنت غسلت الطواجن بتاعتي وجهزتها اللي هصف فيها السمك. هذه الطواجن الصعيدي بتاعنا، جهزتها وغسلتها. هبدأ
هجيب الطاجن بتاعي واحط فيه حوالي كرنبين 3 من تحت، بفرشهم في قعرة الطاجن من تحت، وهجيب هحط عليهم ايه، يعني هفرشهم من تحت كده، وهجيب عندي رز غسلاه ومنقعاه، هاخد ايه معلقة كده، معلقة ونص، هحطها من تحت عشان الطاجن بتاعي ده كبير، هحط معلقة ونص كده، معلقة رز تربط التقلية بس مع السمك. وفي ناس بتحط فريك، وانا برضو بحط فريك، بس المرة دي بصراحة حطيت رز. كده هصف السمك بتاعي وهركن، هعمل الكمية كلها وهخفف بقى ايه التقلية اللي هتفضل معايا. اهو بالشكل ده هبدأ احط في الطاجن من تحت كرنبين او 3 كبشين، 3 يعني تقلية كده من تحت. نسيت احط الرز هنا، هرجع واحط معلقة الرز دلوقتي اهو، نسيت معلقة الرز ورجعت حطيتها وحطيت عليها السمك بتاعي. عفوا. انا واحدة واحدة معاكم عاملاهم كل حاجة واحدة واحدة معاكم، يعني ما سرحتش الفيديو برضو في الرص كده. هبدأ احط اهو كبشين 3 من تحت تقلية، وبعد كده احط معلقة رز كبيرة محترمة كده، معلقة مليانة، واصف السمك بتاعي. انا التقلية دي طبعا مش مخففاها ولا اي حاجة، دي التقلية بعد ما اتسبكت على طول هناخد منها الايه الكبشين 3 اللي هم من تحت. بعد ما صفيت السمك بتاعي بالشكل ده، هبدأ التقلية اللي هي فاضلة مني، انا طبعا عاملة كمية هخففها بالمية. بعد ما خففتها بالمية حطها على النار، انا تفور برضو تاخد فور، ايه هحط على باقي السمك على الوش من فوق. اتمنى الفيديو يكون خفيف على حضراتكم ويعجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو والوصفة ما تنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناة عشان فيديوهاتي يعني ترتفع والكل يشوفها. اكيد اخواتي وحبايبي واهلي ما محدش هيبخل عليه باللايك. عندي سمنة بلدي هحط على الوش، كل طاجن من طواجن السمك هحط عليه معلقة سمنة بلدي حلوة كده، يعني عادي مش لازم سمنة بلدي، انا بقولكم على اللي استخدمته، يعني هي معلقة سمنة بلدي حطيتها على كل طاجن في الوش. بصراحة السمنة البلدي في الوصفات والطواجن الصعيدي طبعا كله يعرف ان هي بتدي طعم حلو. وبعد ما خلصت وصفة السمك معاكم وحطيته انا حطيته في الفرن طبعا، وهياخد له حوالي نص ساعة في الفرن او اكتر. هبدأ اعمل ايه عبال ما السمك يستوي في الفرن، يكون انا عملت الفطير الصعيدي بتاعي. جبت كمية مية محترمة كده وحطيت فيها 3 معالق ملح، او على حسب الكمية اللي انت هتعمليها طبعا. هدوب الملح بالشكل ده وحاجن معاكم الفطيرة. انا جايبة حوالي هنا 2 كيلو دقيق، انت بقى على حسب ما تستعملي، نص كيلو كيلو. هبدأ احط الدقيق بتاعي واعجن، عايز عجن وتمليك كويس عشان الفطيرة تطلع معاكي حلوة. هبدأ اعجن معاكم، اعجن معاكم واملكهم. بس طبعا هوقف الكاميرا واخلص عجين عشان هو بياخد وقت، بياخد حوالي نص ساعة عشان تملكي فيه وتعجني. هبدأ اعجن معاكم شوية واملك بالشكل ده. لازم العجينة تتملك كويس يا جماعة عشان الفطيرة تطلع معاكي حلوة وما تتقطعش وانت تفرديها بالنشابة. هعجن اهو، هبدأ اعجن اهو وتمليك فيه. وبعد ما خلصت عجين انا وقفت الكاميرا وخلصت العجين والتمليك بتاعي، يكون ايه العجينة كده قوامها بالشكل ده، يعني لا هي طرية ولا هي تخينة قوي عشان نعرف نفردها معاكم. بعد ما نعجنها ونملكها كويس هنغطيها بستريتش وعليها فوطة نظيفة ونحطها في اهو. بعد ما خلصت اول حاجة هسويها
وهحط ايه نقطة زيت على الوش بس عشان ايه ما تنشفش مني. وبعد كده هغطيها بستريتش وبفوطة نظيفة واركنها في مكان كده تاخدلها حوالي ساعة عشان ايه تبقى كويسة معاي، تستريح يعني، اريحها شوي حوالي ساعة. وبالشكل ده هغطيها بالاسترتش وعليها فوطة واسيبها ساعة، وبعد الساعة هرجع ايه اقطع، هكون استريحت معاي. هنا ارتاحت حوالي ساعة بالظبط ورجعت لها، كانت ارتاحت العجينة وبقت زي الفل. عندي صينية ده رش عليها شوية دقيق على الصينية عشان ما يلسكش وانا بجرس عليه. وهبدأ ايه اقطع العجينة بتاعتي كور متوسطة كده، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، بالشكل ده. هقطعها كلها كور بالشكل ده عشان ايه هقطع الكمية طبعا وهرجع معاكم تاني. هوريكم واحدة تانية برضو هقطعها معاكم وهحطها في الدقيق، الفها بالشكل ده في الدقيق واحط لغاية ما اخلص الكمية بالشكل ده. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي هبدأ اغطيها برضو واسيبها نص ساعة تاني، يبقى ساعة ارتاحت بعد العجن ونص ساعة بعد التقطيع عشان تتفرد معايا وتبقى مرتاحة وما تتعبنيش في الفرد بتاعها بالنشابة. هغطيها واسيبها في مكانها لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة هرجع وده هو بالشكل ده، هي ارتاحت معايا نص ساعة وبقت زي الفل العجينة عشان تبقى سهلة الفرد معايا. هبدأ افردها بالنشابة، هبدأ افرد معاكم اهو، هفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا جماعة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان الفيديوهات ترتفع وعشان اعمل فيديوهات تانية. هقعد افرد بالنشابة دي، اسمها نشابة اللي معايا اللي بنشب بيها. وبالشكل ده ده الفطير الصعيدي بيبقى تحفة بصراحة. مش بيتاكل بيه سمك بس، ممكن تاكليه مع لحمة، تحطيها بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها السمك وتعمل بيها لحمة. وبيتعمل بيها المعاش برضو بيبقى جميل وتحفة، بيتاكل بالفطير برضو. الفطير ده جميل جدا بصراحة. وهنزل لكم وصفة برضو بالفطير حلو يعني. هنضفها كويس من الدقيق، هبدأ ألمها كده بالشكل ده واحاول انفضها من اي زوايد في الدقيق عشان ما يتحرقش مني في الفرن. ويكونوا مشغله الفرن طبعا قبل ما انا انشب بالنشابة دي، يكون شغلت الفرن قبليها حوالي بربع ساعة عشان تسخن كويس. لازم الفرن تسخن، وهفردها في الفرن بالشكل ده. لازم يا جماعة الفرن تبقى سخنة جدا عشان ما تنشفش الفطيرة وما تبقاش طرية، يعني هتبقى وحشة جدا، مش هتبقى حلوة، مش هتاخد وقت في الفرن. طول ما الفرن سخنة يعني مش هتكمل الدقيقة، مش هتاخد دقيقة في الفرن. بمجرد ما تحطيها وتنفخ هتطلعيها على طول لانها بتستوي بسرعة. طول ما الفرن سخنة بتستوي بسرعة يا جماعة، بتبقى بالشكل ده. هي نفخة قدامكم وزي الفل. هبدأ اطلعها. اول ما اطلعها بنفضها ايه من الدقيق، لازم انفضها كويس وانضفها من الدقيق اللي هي فيه، واحطها بفوطة نظيفة واغطيها عشان ايه تفضل طرية معايا ما تنشفش. هعمل معاكم برضو واحدة تانية عشان تشوفوها. هنشب ابدأ انشب بالنشابة بالشكل ده. لازم النشابة الكبيرة دي يا جماعة، مش النشابات الصغيرة لا، عشان تعرفي تنشبي بيها وتفرديها كويس. هبدأ انشب بالشكل ده، سهلة وبسيطة يعني ومش بياخد وقت والله، بس طعمها تحفة. اللايك يا جماعة، اللايك، اتمنى اخواتي واهلي وحبايبي وكل يدوس على اللايك لو عجبكم الفيديو، عشان بس الفيديو كل يشوفه ويستفاد منه، وعشان انا ايه اعملكم فيديوهات جديدة تاني.
اهو هنجيب بالنشابة بالشكل ده قدامكم. انا عملت لكم واحدة تانية عشان تشوفوها. طبعا عشان مش هقدر اطول الفيديو لغاية ما اخلص الكمية، طبعا عشان الكمية كبيرة معاي فالفيديو هيكبر عليكم وهتتضايقوا من الفيديو، فانا بحاول اقصر على قد ما اقدر من التصوير. بالشكل ده انا مش عارفة واضح معاكم الصورة؟ لو واضحة معاكم وشايفينها كويس تقوليلي في الكومنتات، ما تبخلوش عليه بكومنت حلو منكم يفرحني ويخليني يشجعني عشان اعمل فيديوهات تانية كتير. وبشكر كل الناس اللي عامله لي متابعة وبتتابعني وبتشاهدني، بشكر كل الناس وكل اخواتي. اهو بالشكل ده برضو مش هتكمل دقيقة في الفرن واطلعها وانفضها كويس. لازم انفضها كويس من الدقيق وامسحها كويس يا جماعة. واحطها فين؟ احطها في الفوطة نظيفة بالشكل ده واغطيها كويس عشان تبقى طرية يعني. بعد ما خلصت طبعا الكمية كلها، ادي الكمية قدامكم. حطيت طواجني طلعت من الفرن وحطيت اكلي، واشوفكم في رعاية الله وفي فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي نوع سمنة مش هيقول لا. وكده ايه الوصفة خلصت معايا. ده الفطير بتاعي والسمك اللي حطيته في الفرن وطلعته. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.